سلام البنات، وحشتكم بزاف بزاف. شحال هادي ما درت حتى شي فيديو البنات بمشاكل صحيه. الحمد لله على كل حال. البنات اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه غزاله يا البنات. كنت صبغت شعري وطاح ليا واحد الدرجه ماشي طاح، يعني طاح ليا من الجدر، يعني تتبقى بحال البلاصه راها مريضه، الجلده راها مريضه ديال الشعر، يعني تلمسه من تسدو. صبغت شعري عند واحد الكوافوره، المهم خرجت لي عليه بالمزيان واضطريت انني نقطعه. واخا قطعته، يعني خاصنا ضروري نشوف لي شي طريقه او شي وصفه اللي غادي تهنيني من هذا المشكل في وقت اللي هو يقصر. البنات اليوم غنشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي عتقاتني من هذا المشكل هذا البنات اللي طحت فيه. وحنايا بزاف ديال البنات كيطيحوا في هذا المشكل هذا البنات. كيصبغوا شعرهم وكيطيح ليهم وكيتنتف ليهم من الجدر. البنات باش كاع ما نطول عليكم، عندنا القرنفل المكون الاول في الوصفه. كما كنعرفوا القرنفل غني بمضادات الاكسده وفيه معادن وفيتامينات كتساعد الشعر باش يشد راسو، كيقوى وكيطوال. والزغبه كتغلاض بالنسبه للناس اللي عندهم الزغبه ديال شعرهم رهيفه، يعني رقيقه، صالح ليهم بالمزيان. وحتى اللي كتكون الزغبه غليظه راه ما كيحرش ما والو. انا بعدا كنت كنشوف البنات كيتشكاو، شي وحدين كيقولك لا كيحرش لنا شعري. انا بالعكس، انا شعري ماشي دهني والزغبه ديالو ماشي رقيقه، ومع ذلك ما كان زعما كاينات صراحه كيجي ليا مع شعري بالعكس، يعني كيحيد لي داك الدراجي وكيخليه مسرح وكيعطيه واحد اللمعه. والمكون الثاني البنات هو الازير اكليل الجبل. اكليل الجبل كما كنعرفوا متوفر صراحه في اي بلاصه غادي نمشيو غادي نلقاوه، ولكن راه اكليل الجبل كيختلف على ما نوع، كيختلف على نوع. على شنو بغيت نقول لكم زعما كاينات اكليل الجبل هذاك اللي كينوض في الجبال هو اللي كيكون صالح للشعر بالمزيان، وكتكون النتيجه ديالو حقاش راهو انايا عندي حدا الجرده ديال العماره نايض ياك وكاين، ولكن ما فيهش ديك الريحه اللي في هذا. وقال لك ماشي فعال، يعني كيقول لك راه احسن نوع ديال اكليل الجبل اللي كيكون عنده نتيجه وكيعطي نتيجه اللي هي مرضيه، هو اللي كينوض في الجبال كحل. يعني ما نعرف عنده وقيله شي قيمه غذائيه زايده على الاخر. المهم غنحتاجو الاكليل الجبل وغنحتاجو القرنفل البنات. اوراق سيدنا موسى او اوراق الرمل اختياري، الا بغيتو تزيدو ما بغيتوش مع الصراحه ما عندهاش حتى شي دور. هادو هما المكونين الاساسيين اللي اعتمدت عليهم في هذه الوصفه هذا خلال شهرين. صراحه شعري هذيك التقراض وهذاك الطيحان والبلايص اللي كانوا خاويين عمره زعما نتيجه مرضيه. وغادي نحتاجو البنات فابوك بحال فابو ولا شي قرحه ديال سميتو تكون خاويه، هي اللي غنديرو فيها الماء ديال هذه الوصفه هذه. كتبقى لمده اسبوع، يعني ما كتفسدش، كتبقى عندنا كنصايبوها وكتبقى عندنا لمده اسبوع. حنا ما نديروش واحد الكميه اللي هي كبيره باش ما نرميوهاش. نبقاو انا كندير هذا هو القياس اللي غادي ندير ان شاء الله. هو مازال عندي شي شويه ياكو، كندير الكميه اللي كندير تقريبا معلقه ونص ديال الازير ومعلقه ديال القرنفل مع نص كاس، ماشي نص كاس، يعني انا كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه ديال الماء المعدني، ماشي الماء ديال الروبيني حيت كيكون فيه الكالكير. ما كيصلحش صراحه للشعر. انا دائما ملي كنبغي ندير شي وصفه لشعري وكيدخل فيها المكون ديال الماء كنحاول ما امكن البنات، ماشي كنحاول ما امكن، يعني ضروري ما كناخذ ليها ماء معدني. كيفاش غادي نديروا لهاد الوصفه هذه؟ غادي نغليو الماء هو الاولاني، عاد غادي نزيدوه على هاد المكونين هذه، غنخلطوهم مع بعضياتهم، عاد نزيدوه على هاد المكونين ونخليوه فوق عافيه مهيله لمده 3 دقائق فقط. يعني ماشي نشدوه من الاول ونطبخوه، لا، كنشدو ماء معدني مغلى قبل، عاد وكنضيفوه لهاد المكونين هادو في شي كاسرونه ولا شي كاميله صغيره اللي غادي، حيت راه كتبقى فيهم الريحه البنات الماعن. حاولوا ما امكن ديروا شي حاجه اللي ما كطيبوش فيها. ومن بعد كنخلوه على عافيه مهيله كما قلت لكم، وكنغلقوا هذيك الكاسرونه، كنخلوش داك البخار يهرب منها، يعني داك المكونات ديال هاد القرنفل والازير ما تبخرش. كنسدو الكامينه مزيان، كنشوفوه كيطبخ شي شويه لمده 3 دقائق، تنطفيو عليه وكنخليوه حتى كيبرد 4 سوايع، حتى كيبرد في خطره. عاد البنات كناخذوا واحد الصفاي وكنصفيوه ياكو،
اللي كناخذ واحد الصفايه وكنصفيه وكنديروه في بابو اولا شي هذيك بحال هكايا اللي كتكون عندنا خاويه. صافي كنبقاو نديروه على شعر نظيف، راه كيبقى الريحه في الشعر زوينه، يعني ماشي شي ريحه اللي هي خايبه. القرنفل والازير راه فيهم رائحه يا سلام. يعني كنديروا كنغسلوا شعرنا، كنديروه في شعرنا اللي كيكون نظيف كنديروه نحاولوا ما امكن نديرو في الفروه ديال الشعر، الفروه ديال الراس. وكنديروا شويه ماساج خفيف باش كنفتحوا هذوك المسام وكنخلوه في شعرنا. كنقولها وكنعاودها كنديروا على شعر نظيف. علاش الشعر نظيف؟ حيت كيكونوا المسام نقيين وخاليين من داك الدهون والمسام مفتوحين، وبالتالي تدخل هاد المكونات ديال هاد كتدخل يعني تتغلغل كما كنقولوا الفروه ديال الراس وكيستافد منها يعني، وكتكون عندنا النتيجه اللي هي مرضيه. هذه وصفه ما كتغسلش يعني بدون غسل، يعني كنديروها على شعر مغسول وكنخليوها حتى كنبغيو عاوتاني نغسلوا شعرنا. كنغسلوا شعرنا كنديروها يعني لمده اسبوع. ملي كنديروا هذه كنوجدوا هذه الوصفه كتبقى عندنا لمده اسبوع ما كتخسرش بلا ما نديروها لا في الثلاجه لا والو، دابا الحال راه بارد. المهم البنات الوصفه بغيتو تستافدوا منها ماشي كنديروها كنغسلوها، وانما كدار على شعر اللي هو يا مغسول ويكون ماشي فازك بزاف وماشي ناشف بزاف، يعني متوسط. باش كنستافدوا من هاد المكونات ديال هاد القرنفل وديال الازير، وكتكون عندنا نتيجه اللي هي سريعه ومرضيه. صدقوني البنات هذوك الفراغات كاملين اللي كيكونوا في الشعر القدام، مثلا حدا النواظر في القدام ديال الجبهه، كاملين البنات كيعمروا، يعني كاملين كيعمروا وكتقوي الزغبه وكتحيد حتى دوك الشيب. الناس اللي كيكون عندهم ديك ماده الميلانين قليله وكيبقى ينوض لهم داك الشعر الابيض بزاف، يعني هما القرنفل بالاخص غني بمضادات الاكسده، يعني كيقوي الفروه ديال الشعر وكيحيد حتى الشيب البنات. يعني هذه الوصفه هذه كتقضي على الشيب وكتخليه ما ينوضش بداك الكثره الناس اللي كينوض لهم. والناس اللي مازال ما عندهمش يعني كتحاول ما امكن تمنع لهم ظهور شي في وقت اللي هو بكري كما كنقول. البنات كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها فعاله 100% وغزاله البنات. النتيجه كتشوفوها كما قلت لكم من اول استعمال، يعني من الاسبوع الاولاني. يعني انا مثلا كنديرها 2 حتى 3 خطرات في الاسبوع، يعني على حسب. كنغسل شعري 3 مرات في السيمانه، كنديرها 3 مرات في السيمانه. حتى انا في الاول ملي شفت هذه الوصفه هذه وشفت الناس يعني كيديروها كيغسلوا شعرهم قلت راه غتكون ريحه خايبه. بالعكس يا البنات الريحه يا سلام، الريحه ديال القرنفل زويونه غزاله، يعني ما غاديش تقلقكم ولا غادي ديرونجيكم. انا في الاول براسي ما كنتش والله الا زعما نقولها تبقى لي. ملي كنديروها البنات كنرشوا على شعرنا كنحاولوا ما امكن نشفوها شي شويه بالسوشوار باش تنسخنوا داك ماده الكيراتين في الشعر، وبالتالي هذيك المكونات كتدخل دغيا بسرعه وكيستافد منها الشعر دغيا. البنات باش ما نطولش عليكم كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.